اختتمت في القاهرة القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، وكانت أهم عناوينها رفض التهجير وإعادة التعمير. في القمة صادقت على مشروع مصري لإعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة قيمته الإجمالية تبلغ 53 مليار دولار. المجتمعون هنا في القاهرة أكدوا أن الخطة التي أقروها تمثل بديلا عربيا عن أي مبادرات أخرى تهضم حقوق الفلسطينيين. البيان الختامي للقمة نص على أن الخطة ترسم مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة، وتنص على إنشاء لجنة من التكنوقراط غير فصائلية لإدارة قطاع غزة ل6 أشهر على الأقل تحت مظلة السلطة الفلسطينية، بينما تتولى عمان والقاهرة تدريب رجال أمن فلسطينيين للعمل بالقطاع. وأكدت القمة أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين كما